ضرب نادي السيب موعدا مع نادي مسقط في الموقعة الختامية لدوري الشباب لكرة اليد، بعد أن تفوق على نادي نزوة بنتيجة 26 هدفا مقابل 18 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. الحمد لله لك شر بعد توفيق الله ثم اللاعبين ثم المدربين حققنا الفوز بصعوبة، لكن الحمد لله لكل مجتهد نصيب. وصلنا للنهاية إن شاء الله نقابل مسقط إن شاء الله كما وعدنا قبل الكوتش علاش والكوتش كابتن حسين إنه إن شاء الله نجيب الكاس، لأن بعد جهد واستمرار بعد تمرينات مستمرة عدة أشهر. رهان الفوز باللقب وضمه إلى خزينة النادي هدف رسمه شباب الإمبراطور الذين دخلوا اللقاء واضعين نصب أعينهم التواجد في المشهد النهائي. الندية والتكافؤ وأخذ الأفضلية في المستوى والنتيجة كان عنوان البداية للقاء الذي ظلت فيه الكفتان متساويتين، ولكن سرعان ما بدأ السيب في أخذ البساط تدريجيا من أيدي نزوة الذي وجد نفسه مع مرور الوقت تحت ضغط المطاردة في النتيجة من أجل إعادة المباراة إلى نقطة البداية، ولكن السيب واصل التألق وكسب المباراة. والله المستوى لسه ما هو المستوى المطلوب اللي احنا نتمناه طبعا. المفروض انه يكون عدد المباريات اكثر، بس حاليا احنا نلعب ثالث مباراة دوري الشباب، فطبعا بعدها بيكون مباراة نهائية فقط لا غير يعني. فكنا نتمنى ان اكثر المباريات حق الشباب علشان تأهيلهم، وثاني شيء احتكاكهم اكثر يكون. ترابط الخطوط والحد من هجمات الفريق المنافس عوامل رجحت كفة السيب لتجاوز أبناء الداخلية الذين قدموا بطولة كبيرة وأكدوا على التطور الذي وصلوا إليه، حيث قدموا عروضا مميزة استحقوا من خلالها التواجد في المربع الذهبي. بالعكس كان نزوة كان الموسم الماضي أو الموسم حال في الدرجة الأولى وقدمنا أداء طيب. بإذن الله هذا الموسم تشوفوا نادي نزوة غير وأفضل. والله ينقصنا شيء واحد في نادي نزوة، صالة وتكييف. بإذن الله بتشوفوا نادي نزوة غير، ومعنا العناصر اللي ما تقصر. أكبر مثال معنا عناصر مثل المنتخب الأول من نادي نزوة. الأحلام الكبيرة بأن يتمكن الأصفر من تحقيق اللقب في ظل القدرات الكبيرة التي يمتلكها ستصطدم بطموحات نادي مسقط الساعي إلى مواصلة الأفراح في دور المراحل السنية بعد أن حسم دوري الناشئين على حساب السيب وتوج باللقب.